السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض دستة جاتوه حلوة جدا جدا بامكانيات بسيطة، وان شاء الله تكون موفرة عن اللي بنشتروه من بره. وزي ما انتم شايفين القطعة بتاعتنا حجمها عامل ازاي، طبقتين بس ما شاء الله، طبقتين عاليين، حشو كريمة عادي جدا، تزيين بسيط. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. مش هيكلفك كتير ولا حاجة، وهتعملي دستة كاملة، يعني هتعملي 12 قطعة من نص كيلو بس سبونج وست بيضات. يلا بينا نبدأ مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا 6 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. أول حاجة ده طبعا طريقة الكيك أو السبونج بتاع الجاتو او التورت او الاسبونج، ليه طريقه واحده ما بتتغيرش. 6 بيضات بدرجه حراره المطبخ، عليهم نص كيلو من الاسبونج، عليهم نص كوبايه من الميه العاديه خالص، ومعلقه صغيره من المحسن الجل، ونقطتين من الفانيليا. زي ما انتم شايفين نزلنا بالست بيضات، ضفنا عليهم نص كوبايه من الميه، معلقه صغيره من المحسن الجل، نقطتين فانيليا، ونص كيلو من الاسبونج الفانيليا، نص كيلو سبونج فانيليا. وهقول لكم ازاي انا خليته نص فانيليا ونص شوكولاته. اهو زي ما انتم شايفين هبتدي بقى ان انا اضربهم على سرعه عاليه لحد ما يبقى معايا يتضاعف القوام، ويبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ويفتح لون. تمام. بعد كده بشيل السلاح بتاعي اهو، بنفضه كويس جدا، كل نقطة احنا اولى بيها. معانا الصاج بتاعنا 30 في 40، فحطينا فيه ورقة زبدة. باخد نص كمية السبونج اللي انا عملتها دي اهو، خد نص الكمية بالفانيليا طبعا، واخليها في نص الصاج، وافردها في نص الصاج كده. والنص التاني هضيف عليه معلقة ونص كبيرة من الكاكاو الخام الأسباني، بس لازم انخلهم بالمصفى عشان مبقاش فيه اي كتل. وهديهم تقليبة على السريع كده بالاسباتيولا، وابتدي احطهم في النص التاني. حابة كله يبقى فانيليا استغنى عن الكاكاو، حابة كله يبقى كاكاو هاتي سبونج كاكاو او ضيفي عليه 3 معالق من الكاكاو بعد الضرب. تمام اهو. هقلبهم كده يدينا السبونج اللي بالشوكولاته. سهل جدا جدا. الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 200. بياخد قد ايه في الفرن؟ بياخد من 10 دقايق لربع ساعة على حسب فرنك، مش اكتر من كده. ببتدي انزل اهو بالسبونج الشوكولاتة، ما نسيبش حاجة. ناخد كل اللي في البولة ده بتاعنا ومقاديرنا، ونبتدي نفرد كده زي ما شايفين. اهم حاجة ان احنا نساوي الصاج بتاعنا، ما يبقاش فيه حتة عالية وحتة واطية اهو. زي ما انتم شايفين ببتدي ان انا اساوي كده وافرد الكيك، وهجيب كمان السكرابر وابتدي اساوي بيه كده عشان اتاكد ان كله واخد نفس المقاس، مش من النص عالي والحروف واطي، عشان يطلع مظبوط معايا. طبعا لو من البني جه على الابيض او الابيض جه مع البني مفيش اي مشكله يا جماعه. تمام، احنا مش فاصلينهم ولا حاجه. بنساوي بقى على مهلنا كده وما نستعجلش، ماخدش مننا وقت والله. عايزه اقول لكم ما خدش 10 دقايق، يعني ما خدش 10 دقايق كله على بعضه، تجهيزه بخبيزه كله على بعضه. تمام اهو. وهنبطل نشتري الحاجات دي من بره خالص، لو مشيتوا ورا الخطوات وفي اي مناسبه عملتوه او رايحين مشوار حلو جدا، او تشتغلي من البيت وتطلعي اوردرات. طبعا يا جماعه الشغل مش عيب ولا حاجه، كل اللي يقدر على حاجه في الايام دي بيعملها. تمام. يلا بينا هندخله بقى الفرن زي ما قلت لكم على درجة حرارة 200، مسبق التسخين في الرف اللي في النص. بياخد قد ايه وقت؟ بياخد من 10 دقايق لربع ساعة، وبيكون مستوي معانا. اول ما نطلعه من الفرن بنقلبه على ورق الزبدة عشان نشيل كل الوش اللي بيبقى ملزق ده. اه بنخبط الصاج كمان خبطة كده قبل ما بندخله اهو، شايفين؟ عشان لو في اي هوا ولا حاجة. شايفين؟ حتى لو جه عليه كده زي ما انتم شايفين مش هيجرى له حاجه. هنا بعد التسويه اهو ما شاء الله تبارك الله بنختبره طبعا مستوي ومية مية. هنجيب ورقه زبده ونغطي بيها الوش ونقلب بيها الصاج،
واما نقلبه نسيبه يعني 5 دقايق كده مقلوب، ما نشيلهوش ولا حاجه عشان الاسبونج بتاعنا يبقى طري ما ينشفش مننا ولا حاجه. تمام، سيبيه 5 دقايق وبعدين اعملي. انا كنت بوريكم اهو، انا مش هشيله، سيبته 5 دقايق وبعدين هبتدي بقى اشيل ورقه الزبده دي واقيسه بالمسطره. لازم نقيس الاسبونج بالمسطره عشان نعرف نقطعه. شايفين ما شاء الله السمك بتاعه حلو جدا 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 يا جماعه. هنا انا قيسته بالمسطره طلع معايا 43، فقسمت ال 43 دول على 2 الاول اهو. شايفين؟ او لو انتي تعرفي تقيسي يعني، بس يستحسن في الحاجات دي عايزه تقاس بالمسطره عشان تطلع بالظبط. بتاكد من المقاس صح ولا لا. بس سهله مش محتاجه افتكاسه، بنقسمها نصين وكل نص بنقسمه لاتنين زي ما انتوا شايفين كده. انا مش حابه اسرع الفيديو، يعني مش حابه ان انا اسرعه يبقى ماشي بسرعه عشان تستفادوا بكل حاجه فيه. اي لون في الاسبونج بتاعنا كده بنحاول نشيله بالسكينه، لان طبعا طبقات الجاتو بتبقى عباره عن طبقه بيضه شفافه ما فيهاش لون ما فيهاش اي حاجه. تمام، نبتدي بقى نشيله كده. طبعا الوش لازق فبنفككه. شايفين؟ لو بقى في بواقي كده ولا حاجة هنشيلها. البواقي اللي على الوش دي هنشيلها بالسكينة مفيش اي مشكلة. بصوا طبقة خفيفة جدا، ما بنشيلش طبقة كبيرة ولا حاجة ولا الكلام ده، الطبقة الملزقة بس اهو. شايفين؟ ونلم كل ده بقى نرميه ونيجي بقى للتقفيل بتاعنا. التقفيل بتاعنا محتاجين له ايه؟ كوباية واحدة من الكريم شانتيه للجاتو، كوباية واحدة بس من الكريم شانتيه. تمام، معايا الاول السيرب بتاعي بس بالجاتو كده زي ما انتم شايفين، وبجيب بقى الكريم. تمام يا جماعه، الكريمه عباره عن ايه؟ كوبايه واحده من الكريمه، نص كوبايه ربع كوبايه من السكر البودر، ربع كوبايه من السكر البودر، عليها كوبايه من الكريمه، عليها كوبايه ونص من الميه المثلجه، وضربتهم مع بعض لحد ما بقوا بالقوام ده. باخد بس الاول الكيك بتاع الجاتو وبعدين بحط عليه كميه مناسبه من الكريمه. ما تحاوليش ان انت تحطي كميه مقفره وتخليه الطبقه عاليه. تمام، وببتدي ان انا اجلسه من كل مكان ده. وده طبعا هقول لكم انا بجلسه من الجوانب ليه، برغم ان احنا بنشيل الجوانب. تمام، بظبطه كده وبحط بقى الطبقه التانية عليه اهو. شايفين؟ لو اتكسر منك او اتقطع كده ما تقلقيش، كل ده بيتظبط. هبتدي برضو اسقي كده على خفيف واحط طبقه من الكريم. جماعه انا هنا كنت بغلف الجوانب لان انا بيته ليله في التلاجة، يعني انا كنت بعمله بالليل ولازم يبات او يقعد ساعتين في الفريزر. يعني يا اما تبيتيه في التلاجة قبل التقطيع يا اما تسيبيه في الفريزر ساعتين. تمام، فانا بيته في التلاجة، فكنت بغطي الجوانب بالكريمه عشان ما تنشفش، عشان انا كده كده هشيلها، بس لما هشيلها مش هرميها يا جماعه، انا هعملها كبات كوبايات حاجات من دي، فتبقى الكيكه معايا طريه وفي نفس الوقت هستفاد بالكريمه. تمام اهو. اهم حاجه ان الوش بتاعك يبقى ناعم ومتجلس كويس، واخد طبقه كريمه حلوه حلوه، يعني مش كتيره، حلوه يعني المظبوطه، عشان لما يدخل التلاجة لو هنحط عليه الجلات بتاعتنا يبقى مظبوط، ما يبقاش الكريمه لسه عايزه تتساوي، لان الكريمه قبل ما تدخل التلاجة غير بعد ما تطلع من التلاجة. تمام، هنا جينا برضو للسبونج الشوكولاته اهو زي ما انتم شايفين. هنا خدنا الكريمه بتاعتنا، شلنا اول حاجه، شلنا حوالي 4 معالق كبار من الكريمه في كيس حلواني على جنب، وبعدين جلسنا اللي بالفانيليا، وجينا بقى حطينا على ده معلقه من الكاكاو وقلبناها برضو زي ما عملنا في الاسبونج، وابتدينا ان احنا نغلف كده، نحط طبقه من الكريمه اهو زي ما شايفين، ونحط عليها بقيه الاسبونج. شايفين اهو، وبنسقيها برضو. تمام، وبنغلف بالكريمه بتاعتنا.
شايفين؟ ما شاء الله. على فكرة سهل جدا 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 ومبياخدش وقت، يعني في اقل من نص ساعة هتكون عاملة الجاتو ده. ممكن تقطعيه من غير ما يدخل التلاجة، بس ما بيبقاش شكله مظبوط قوي. يعني لو انت هتعمليه في البيت لولادك وعايزة تعملي حاجة حلوة سريعة، ممكن تعمليه وتقطعيه مفيش اي مشكلة، بس مش هيبقى مظبوط قوي زي بتاع بره في التقطيع. فيستحسن انه تبيتيه في التلاجة، تدخليه الفريزر ساعتين وبعدين تعمليه تقطعيه. تمام، سويته بقى كده وظبطت شكله، وبرده هدخله التلاجة. عايزه اقول لكم ان القطعه اللي قدامكم دي هتعمل معانا نص دستة جاتو، وممكن اكتر كمان على حسب حجم الجاتو اللي انت هتعمليه. تمام، على التلاجة. هنا كنا بقى هنا تاني يوم اهو ابتديت بقى اجيبه، اشيل الجوانب بتاعته على خفيف، ما تاخديش منها قوي. تمام، عشان ما تهدرش معاكي في عدد القطع بتاعت الجاتو. واشيل الطروف كده زي ما انتم شايفين اهو. الجوانب برضو مش هقصها قوي عشان ما صغرش القطعة. طبعا قلت ده ما بيترماش، ده هعمله كبات او كوبايات، طعمها بيبقى حلو جدا. تمام، كل حاجة سهلة وبسيطة علينا، بس ايدينا تاخد على الحاجة. هعمل كمان اللي بالفانيليا بنفس الشكل. تمام، شيل الجوانب، بسوي الاطراف. عايزه اقول لكم هش جدا جدا وطازه، طعمه حلو قوي قوي قوي. جربوه بس هيعجبكم جدا، وهتلاقوا طعمه احلى من اللي بيشترى من بره جاهز. طبعا احنا بنعمل كده، السكينه بتاعتنا لازم تكون نظيفه تماما وممسوحه ما بين كل مره ومره عشان ما نبوظش الدنيا. تمام، شايفين انا ما اخدتش منها كتير من الجناب عشان تطلع مظبوطه معايا اهو. يلا بينا بقى نجيب الجلات بتاعتنا. على الشوكولاته هنحط جل شوكولاته. طبعا الجلات دي يا جماعه سعرها على قد ايدينا، مش غاليه قوي، بس نوعا ما بتعمل معانا حاجات حلوه. هو احسن من الجناش بكتير بصراحه، لانها ما بتسيلش وتبوظ لنا قطعه الجاتو، يعني ما بتنزلش عليها وتبوظ شكلها. طبعا هو بيبقى طالع من التلاجة فسائع، فبيقفش الصوصات او الجلات بتقفش عليه على طول، يعني بتمسك عليه. هبتدي اغطي بقى كل الطبقة كده زي ما انتم شايفين. هنضيف بقى هنا، حطينا جل شوكولاتة، هنضيف على الابيض. ممكن هنا انا حطيت جل فراولة، ممكن تحطوا جل مانجا، ممكن تحطوا جل ابيض عادي جدا، اي حاجة انتوا حابينها حطوها. دي الفينش الاخراني ده على حسب انتوا حابين ايه. تمام، لكن طبعا لو بتشتغلي حطي الحاجات اللي طعمها حلو. يعني لو انت بتشتغلي وبتبيعي بالقطعة او بالدستة او كده، حاولي تحطي الحاجات اللي بتدي شكل حلو وطعم حلو. تمام، وكل الاطعمة بصراحة ما شاء الله تبارك الله. هنا هبتدي اقطع قبل التزيين الاخير، وما بين كل
قطعة والتانية لازم نمسح السكينة او نغسلها تحت الحنفية وننشفها. تمام اهو. القطعة بتبقى حوالي 4 سنتي. تمام. فيعني لو انت عايزة تقيسي ولا حاجة فالقطعة بتبقى حوالي 4 سنتي. شايفين؟ القطعة الاخرانية دي هتبقى كبيرة، ولو قطعتها هتبقى صغيرة. فعملتها ايه، خدتها بالورب كده وعملتها مثلثين، اصبح معايا 7 قطع بدل 6 بقوا 7. وهنا اهو ما شاء الله تبارك الله هنقطع برضو. عايزه اقول لكم يا جماعه انا اللي عاملاه تمام، بس انا بتفرج معاكم على الفيديو وبسجل عليه الصوت، وانا مستمتعه جدا بصراحه، كاني بشوف حد هو اللي بيعمله مش انا اللي عاملاه. تمام. لكن بصراحه ابداع، انا بنبهر بنفسي بصراحه لما بعمل حاجات من دي، لان الحاجات دي كلنا بنتعلمها، فمحدش بيتولد متعلم حاجة. وخدوا كورسات وحب الحاجة وحب الشغل واشتغلوا يا جماعة. حتى لو هتشتغلوا على نفسكم لولادكم في البيت، يعني على الأقل هنوفر ومش هنحرم ولاد. تمام. حبيت بقى كده الكريمة اللي احنا حطيناها في الكيس الحلواني من الأول اهو زي ما انتم شايفين، عملت بقى روزيتات كده من فوق، وعندي التوت ده حطيت كده 3 اسمر و3 احمر، وعندي كريسبي ابيض، فحبيت ان انا احطه على الوش عشان يبقى ماشي مع اللون، فما حبيتش احط بني او ذهبي او كده. تمام. تزيين بسيط خفيف كده زي ما انتم شايفين، مش عاملين افتكاسات كتير. شايفين بقى هوريكم القطعه شكلها عامل ازاي ويفتح النفس بجد، حلوه جدا. تعالوا بقى هنا عندي مربى حليب، دي انسب حاجه مع الشوكولاتات. مربى حليب كده حطينا شويه في كيس حلواني والبلبله العسل دي، وابتدينا نعمل بقى روزيتات كده زي ما انتم شايفين. ايه كمان عندنا كريسبي ذهبي اهو، هنبتدي نحط بقى كم حبايه كده. هنا كان عندي 3 وحدات من النجوم فحطيتهم. عندي كريسبي من الذهبي كده لايق على يعني حاول ان الالوان تكون منسقه. هنا نسيت خط من القوي، فاهو زي ما انتم شايفين. بس كده قد الجاتو بتاعنا خلاص، ما اخدش مننا وقت ولا مجهود ولا حاجه. تمام. تعالوا بقى اقول لكم احنا برضه عشان يبقى زي بتاع المحلات بالظبط هنحطه ازاي، او هنبعته اوردر ازاي. معانا الورق بتاع الكب كيك ده بنجيبه نفتحه اهو ونشيله ونحطه كده في النص بس اهو. ده حلو جدا 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 جدا، وعلبة شيك كده. هنقفل الاوردر بتاعنا. شايفين الحلاوة، شايفين الطبقات عاملة ازاي متناسقة مع بعضها جدا وحلوة جدا بجد. لو انتي مش شايفة الفيديو او مش انتي اللي عاملاه وحطاه في التلاجة، ايه ده ماما جبتي الحاجات دي امتى، جبتها لنا منين، حد كان هنا، مش عارفة ايه، اول كلمة بتسمعها من الولاد. ما شاء الله القطعة حلوة جدا جدا يا جماعة. شايفين بفتح الورقة وانزل فيها كده القطعة. هعمل كده بقى برضو في الفانيليا. شايفين ما شاء الله تبارك الله القطع كلها ألف هنا وشفا على قلوبهم يا رب. طبعا الابيض اللي في الكيك ده طبعا هو الفانيليا اللي من الصاج، فما فيش اي مشكله. شايفين حتى ده المثلث، بصوا شكله عامل ازاي، ما شاء الله تبارك الله حلو جدا. هنا الفانيليا برضو هنبتدي ما شاء الله، شايفين الطبقات عامله ازاي، اظن واضحه جدا ما شاء الله تبارك الله. انا بشيل كده وبرص في العلبه على طول. شايفين القطعه، شايفين جاهز ده ولا مش جاهز؟ اهو شايفين بفتح الورقه ازاي، مفيش حاجه معطلانه ولا حاجه، والقطعه ما شاء الله تبارك الله.
طبعا انا بحطه في العلبة على طول. تمام، العلبة هتحافظ عليه حتى وهو في التلاجة ان القطع ما تنشفش مننا. شايفين؟ شايفين بقى شكل العلبة عامل ازاي؟ بجد تحفة، تحفة بجد اهو، ما شاء الله تبارك الله. وهنا كان الفيديو بتاعنا خلص، اتمنى يعجبكم، اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.